في تطور مفاجئ، أعلنت منصة باينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم أنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات الرقمية بما في ذلك بيتكوين. القرار جاء بعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي بقرار غير متوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن ما زاد المفاجأة أن ترامب صرح بأن هذه الخطوة جاءت بطلب مباشر من المملكة العربية السعودية. السعودية التي طالما دعمت فرض العقوبات أصبحت اليوم طرفاً في إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، وإن كان ذلك من بوابة الكريبتو. بحسب رويترز، سيتمكن السوريون الآن من الوصول الكامل إلى خدمات باينانس التي تشمل أكثر من 300 عملة ورمز مشفر، كما أصبح بإمكانهم استخدام الليرة السورية لشراء وبيع هذه العملات مباشرة. بعد 14 عاماً من الحرب وعقود من العزلة، قد يكون هذا القرار هو أول بوابة فعلية لدخول سوريا في عالم الاقتصاد الرقمي. العملة المشفرة هنا ليست مجرد وسيلة للربح، بل قد تتحول إلى أداة لفك الحصار المالي الذي عانى منه السوريون لسنوات. في الداخل، يسعى قادة سوريا الجدد إلى تحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الإنترنت لتمكين المواطنين من استخدام هذه المنصات. فالعملات الرقمية لا تحتاج إلى بنوك، فقط إنترنت ومحفظة إلكترونية ورغبة في التغيير. لكن وراء هذا الانفتاح يطرح الكثيرون أسئلة حساسة. هل ما يحدث هو بداية لتسويات سياسية واقتصادية أوسع؟ وهل تعود سوريا فعلا إلى الساحة الدولية؟ أم أن الكريبتو مجرد غطاء لمرحلة انتقالية في لعبة مصالح أكبر؟ ما نراه اليوم قد يكون البداية فقط، والباقي كالعادة سيكشف في الوقت المناسب.